السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم طيبين. هنعمل النهاردة الفطار بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هنعمل سمك سنجاري، سمك بوري سنجاري، وهنعمل بطاطس في الفرن ومسقعة وسلطة ورز وبابا غنوج بالزبادي والطحينة ومشروب مصري. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الفطار كان في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى نعمل الفطار بتاعنا. قشر البطاطس اللي انا طلعته يا جماعه والبتنجان وحبه خضره دول فرشتهم في الصينيه كده من تحت وحضرتها، حطيت عليها حبه ملح وحبه زيت عشان السمك ما يلزقش في القعر. وبعدين جبت جزر بشرته وطماطم قطعتها صغير، والبصل بردك بشرت بصل صغير كده. بكل ده بالمبشره يعني. ودقه توم عليها، توم وفلفل احمر وفلفل اخضر. والتوابل توابل بسيطه جدا، كمون وكزبره وتوابل سمك. ممكن تستغنى عن توابل السمك عادي. نضفت البوري يعني نضفته كويس جدا يعني وغسلته. طبعا كلنا عارفين ننضفه عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. انا هعمله دهن كده من تحت بطحينه، يعني حبه طحينه شويه صغيرين كده، ما تكتريش. الطحينه ب200 جنيه، يعني ما تكتريش، حبه صغيرين كده وخلاص. هاحطها يعني على كل سمكاية حبة طحينة شوية صغيرة. هادهن بقى السمكاية بالطحينة كويس جدا. كل السمكاية من جواها كده هدهنها بالطحينة كويس جدا. بتديها طعم يا جماعة في منتهى الجمال، طعم جميل جدا. برضك ممكن تعملها لو مفيش طحينة تعملها بالمستردة، مفيش لا ده ولا ده. عادي تحط التوم عليها كده، دقة التوم في الأول كده عليها وتدهنيها كده وخلاص، ما تقفيش عند حاجة. الحاجة اللي مش عندك مش مشكلة. كمان التوابل ممكن تكتفي بالكمون والكزبرة، بلاش توابل السمك لو مش موجودة. عادي اهو. بصوا يا جماعة، دهنت السمكة كويس جدا بالطحينة ودقة التوم من فوقيها علشان تتشبع السمكة بدقة التوم وكده وتبقى طعمها جميل. حطيت هنا بردك دقة توم، وقلبت كل المكونات دي مع بعضها وحطيت لها حبة زيت. خلي بالكم يا جماعة، انا نسيت احط البهارات، نسيت احط التوابل. وحطيت عصير ليمونتين. وهحط بس كده عصير ليمونتين بس، مش هحط خل ولا حاجة. انا ما بحبش احط للسمك خل هو ني. هقلب كل الحاجات دي تقليبة كده تاني مع الليمون. وهحط بقى كل سمكاية احط عليها حبة من الخضار ده. في منتهى الجمال يا جماعة، طعم روعة روعة كده، حاجة جميلة جدا. اتاكلت بسم الله ما شاء الله، وكان كله شكر في الاكل وكده، وبسم الله ما شاء الله يعني كانت جميلة جدا. هحط الحاجة كده اللي هي الخضار ديت فوق السمكة كده واملاها كده من كل الجوانب. عايزة تكتري الكمية كتري، ده بيتغمس دوت ويبقى جميل جدا يعني، بيتاكل كده جميل جدا. حطيت بردك شرايح الليمون دي وزوقتها بيه. هشيلهم تاني دلوقتي عشان انا نسيت التوابل. بصوا يا جماعه، التوابل هي اتقلبتها كلها كده مع بعضيها، وهرش بقى فوق السمك واحاول اقلبها كده تاني. يعني يعني عادي يعني، جل من لا يسهو كده. المهم حاجه اللي انا يعني يعني افتكرت، مع ان كنت حاطه كل حاجه محضره كل حاجه جنبي عشان ما انساهاش. هعمل دي خلصت كده، هتحطها في الفرن. هعمل صينيه البطاطس ديت مقطعتها كده صوابع، وبعدين هحط عليها كمون، واحط عليها دقة التوم دي. دقة التوم زي ما قلت عليها فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم. هقلبها كده تقليبه كويسه وحبه زيت. هقلبها تقليبه كويسه حطيت فيها يا جماعه حوالي نص كوبايه ميه كده او اقل من النص بشويه. هقلبها كويس. وعايزه تطيبيها على النار، لو ما عندكيش وقت ممكن تطيبيها على البوتاجاز من فوق. تحطيها مثلا حوالي مثلا 10 دقايق او 5 دقايق يعني، وبعدين تدخليها الفرن يتحمر الوش بتاعها. ادي السمك بتاعنا اهوت كان في الفرن بسم الله ما شاء الله، طلع اهوت جميل جدا. احسن ما تشتريه من بره وكده يبقى غالي. فانت هتعملي الاكله في البيت جميله جدا زي ما قلت، مسقعه واللي هي بابا غنوج بالزبادي والطحينه والبطاطس ورز احمر وسلطه والمشروب بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جميل جدا، فطار في منتهى الجمال. المسقعه برضك كانت روعه، انا ما صورتهاش لحضراتكم فقلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هو البتنجان هيتحمر
حمري التومية، تحطي الصلصة وخلاص، وبعدين تحطي البتنجان فيها وتديها غلوة واحدة بس وتنزليها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كل سنة وحضراتكم طيبين. اعمل بقى معاكم الحلو. عملت كاستر، نوعين كاستر. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. انا جبت يعني لتر لبن، قسمته اتنين، قسمته نصين، يعني نص في الحلة دي ونص في الحلة التانية، وقلبت فيهم السكر كويس. انا حطيت في كل يعني في كل حلة حطيت حوالي 4 معالق أو 5 معالق سكر، وحطيت معلقتين كاستر كبار، معلقتين كاستر كبار، معلقتين اهي، واحط حبة صغيرين كمان، بس كده. معلقتين كبار ده كاستر فراولة وفانيليا. قلبتهم كويس كده وبعدين حطيتهم على النار عشان يستوي. تنيت اسيبهم يا جماعه، ما اسيبهمش وانا واقفه على النار كده عشان ما يتجمعوش كده يعمل كتل، لا. قلبت فيهم على النار كويس لحد ما ادوني القوام ده. ولازم يغلوا كده من على الجناب، يعملوا بقى كده من على الجناب كده علامه ان هو استوى. اهو بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال اهو. هو القوام دوت المطلوب. ده نص لتر لبن، في كل حله نص لتر لبن اهو. هحطهم كده بشكل جميل، ولو في حاجة مثلا مش يعني جت كده تمسحيها اهو. بسم الله ما شاء الله جميل جدا اهو. بسم الله ما شاء الله اهيت التحلية بتاعتنا بسيطة سهلة ما فيهاش حاجة. يعني انا جايبة علبتين ممكن يكفوني 3 4 مرات يا جماعة. بسم الله ما شاء الله جميل جدا اهو. اللهم بارك يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين، نعاد عليكم بالخير. جماعة اللي عاوز اي حاجة يقول لي عليها وانا هعملها ان شاء الله بعون الله. يعني اللي عاوز مني اي حاجة اعملها له هعملها ان شاء الله. نفوت حبة ايام كده من رمضان ونبدأ في اعمال الكحك والبسكوت والغريبة والنواعم دي كلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.